شيب كهل عمره ما بين 70 و80، في يده صحفة أو وعاء صغير من أرز تفضلت به بعض المنظمات التي تعرفون، وفي يده الأخرى كتاب وصحيفة. مات قبل أن يقرأ هذه الصحيفة. عندما أخذها وقرأ أحدهم مكتوب فيها: لله هذا القلب والوطن الحزين، وسوءة الشعراء والناس من أقصى الجراح إلى مآسين العظام. لله كل حكاية عن شرحها عجز اللسان، عن محوها عجز الزمان. سئمت حناجرنا وأرهقنا السكوت، ومات معنى الانسجام. لله أنات النساء ودمعة اليتم المريرة والتناهيد الكثيرة، كلما جفت حروف الحزن من فرض التشظ والانقسام. لله سوءة عصرنا حكامنا وشيوخنا علماء أمتنا الجليلين الكرام. لله شتات أمرنا وجوعنا وضياعنا، وله الأمور معادة عند البداية والختام. يا الله، لا أريد أن أبقى إنسانا، هذا اعتراف من أمام الملأ. يا الله، اجعلني كسرة خبز لأسرة لم تأكل منذ أسبوع. يا الله، اجعلني عكازا لرجل بترت الحرب رجليه. يا الله، اجعلني رداء صوفيا لطفل في غزة يرتعش من البرد. ما الفائدة من بقاء إنسانا وأنا أرى كل هذا الدمار؟